كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ دي قناه مهووس فن وانا مصطفى النجار، وهنتكلم النهارده عن اسوأ افلام مصريه ممكن تشوفها، من ناحيه بقى ايه، من ناحيه الانتاج ومن ناحيه التمثيل ومن ناحيه الاخراج. فانت لو مش شايف القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد له علاقه بالافلام والمسلسلات، وما تنساش تقول رايك. ويلا بينا. واول فيلم معانا هيكون فيلم زكية زكريا في البرلمان. الفيلم ده من بطولة ابراهيم نصر وبشخصية زكية زكريا اللي كانت مشهورة جدا بسبب برنامج الكاميرا الخفية اللي كان بيقدمه بشخصيتها، والشخصية اتحبت جدا وشهرت جدا في رمضان 2001-2002. فعشان كده حبوا يستغلوا الشهرة اللي كانت فيها الشخصية ديت وعملوا الفيلم. والفيلم كان سيء من كل النواحي، من ناحية الاخراج، من ناحية الصرف عليه، من ناحية كل حاجة. تحس اللي هو ايه، قبل العيد ب10 ايام كده راح قال لك يلا نعمل فيلم زكية زكريا ونخش المسابقة العيد بيه. والفيلم الصراحة ما دورتش قوي عشان اعرف كان نجح ولا ما نجحش، بس الفيلم سيء جدا، ما انصحش بالحد يتفرج عليه الا لو هو مستغني عن نفسه. رجلين واحدة ست دي ولا رجلين غزال؟ ما تكسفنيش بقى. يعني اعمل فيك ايه دلوقتي؟ احولك للنيابه بانهي تهمه؟ اداب ولا تسول ولا انتحال صفه انثى؟ وفي المركز الثاني معانا صاحب اكبر حصيلة من الافلام السيئة في التاريخ تقريبا، هو واحد تاني برضو موجود في نفس القائمة بتاعتنا، بس خلينا في اول واحد وهو احمد ادم. عنده افلام كتيرة جدا في تاريخه وحشة، ما تفهمش هو فيه ايه، ليه كان بيختارهم تقريبا وفي السيناريو بتاع الحاجات الوحشة ويعملها ولا ايه. عموما الفيلم هو ولا في النية. الفيلم بطولة احمد ادم وهاني رمزي ووفاء عامر وغيرهم كمان ممثلين اللي بقوا كبار دلوقتي. والفيلم بيتكلم عن شاب بيخاف من كل حاجه وبيبقى متوتر من كل حاجه بسبب فقره لا غير. وعلى فكره في ناس بتحب الفيلم ده جدا وكمان بتحب تتفرج عليه كل شويه عادي، ما عندهمش مشكله. بس انا قلت ايه، ان الموضوع دوت هيتناقش من ناحيه الاخراج والتمثيل والانتاج، فعشان كده انا محددش رايي ان هو رايي النهائي. طبعا الحاجات دي اذواق، كل حاجه اذواق. فعشان كده الفيلم دوت انا حطيته في القائمه دي مش بسبب ان انا مش بحبه او انا مش عارف اتفرج عليه او هو مش حلو، بسبب ان هو اخراجه فيه اخطاء كتيره، بسبب الانتاج كان قليل، وبسبب التمثيل كان فيه عيوب، بس فيه لقطات فيه بتضحك. وحوش آدمية، ذئاب بشرية، حيوانات برية. اطلع فوق ايوه بس روح هات ميه، كوبايه ميه اهو. تمام يا بيه. وبعد كده في المرتبه الثالثه معانا فيلم فين قلبي، والفيلم دوت يعني من بطوله الفنان مصطفى قمر وكمان من تاليفه، وكان بيشاركوا في البطوله شيري عادل والفنانه يسرا اللوزي. بس مشكله الفيلم دوت ان هو اتعمل يعني تحسه اتعمل في يومين 3 ايام، والانتاج بتاعه مش ضعيف، بس الفكره ان الاخراج كمان ضعيف. يعني الانتاج مش ضعيف بس الاخراج ضعيف، والتمثيل تحسه في حاجه غلط، تحس فيها افوره كتير في الفيلم ده. غير بقى ان احداث الفيلم في الاول تكون بطيئه، وفجاه كده في نص الفيلم تقريبا بتلاقي جري عشان تحس اللي هو ايه، يلا نقفل القصه، يلا نقفلها انا زهقت، يلا نقفل القصه. وقصه فيلم فين قلبي بتدور حوالين مصطفى قمر بعد ما بيتجوز عن حب، وبعد فتره بين الجواز مراته اللي بيحبها دي بتعمل حادثه، فده بيدخلها في غيبوبه لمده 3 سنين. وفي وسط ال3 سنين دي مصطفى قمر كان بيحب واحده او بيحس بمشاعر ناحيه واحده، فبيكون في صراع دائم ما بين ان هو ينسى حبيبته ومراته ويرتبط باللي هي عارفها. وبعدين احنا خلاص بقينا عشره وبينا عشره جنبنا. من اجل عينيك عشقت الهوى. انت غيرت حياتي. وشك بيتغير وبتمشي وتسيب المكان اللي احنا فيه لأبعد من أبعد حتة ممكن يوصل لها خيالك. ازاي تسوق عربية وانت في السن ده؟ انت اكيد مزوغة من المدرسة. وفي المرتبة الرابعة معانا فيلم الشنطة بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيرين وشريف الدسوقي. والفيلم دوت أحداثه بطيئة بطريقة بطيئة، وقفشاتهم وبيهزروا مع بعض بيض جدا. يعني مش فاهم ازاي بيومي فؤاد يقول قفشات زي كده، بس عادي. انت دلوقتي لو عايز يجيلك هلاوس من كتر بطء الأحداث والأحداث اللي هي ما فيهاش أي ضحك خالص، اتفرج على الفيلم دوت من غير ما تبص في الموبايل ولا تبص في اي حاجه وتشتت نفسك خالص. خليك كده مزنهر على الفيلم، وانت انا متاكد 100% هيجيلك هلاوس.
مين عطاس؟ الظاهر ان انا نسيت الشنطه قدام التكييف من امبارح فجالها برد. وقصة الفيلم بتدور حوالين شنطة بتعمل مشاكل لبيومي فؤاد اللي هو صاحبها، وهو في فندق كبير. قصة فعلا عميقة جدا وتستحق الدفن. الحمد لله على سلامة حضرتك يا فندم. الباقي يا فرويد. مدام نوريس، انت تعرفني يا قمر. هي وصلت لقمر. ما تقولي لي كده، بيت شعب. بيت بحاله، ده انت طماع قوي. وبعد كده نروح للفنان اللي جبت سيرته لما جبت سيرة احمد ادم، الفنان التاني اللي عنده اعمال كتيرة وحشة واعمال كتيرة سيئة، بس انا اخترت المرة دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناجحة. ليه؟ لان هو فشلها. ازاي بقى؟ هنتكلم عن فيلم مشخصاتي. الفيلم دوت تامر عبد المنعم كان البطولة، ومعاه طلعت زكريا الله يرحمه والفنان حجاج عبد العظيم. والفيلم كان بيتناقش مع الشخصيات المشهورة وبيقلدهم بطريقة كوميدية وكده، هو الفيلم وحش عموما يعني. بس الفيلم اتعمل في اول الالفينات، فالفترة دي كان التمثيل مفيش منافسة قوي، فنجح عدى. فقال لك بان عندي حاجات كتير عمالة تفشل، فاجيب حاجة عملتها زمان اجيب لها جزء تاني تكون تنجح. فعمل مشخصات 2، والفيلم ده ما نجحش، سقط في السينما اساسا، وكان فيه بيتريق على الاخوان وهي والحاجات اللي كانت بتتعمل كتير جدا، وكمان عملها متاخر. يعني هو عمل تقريبا الفيلم ده في 2016، فهو برضو ما عملش حاجه عدله. انت كده بتكرر اللي انت فيه وكرره بفشل. فانا حاسس والله يعني نفسي اعرف هو بيعمل ايه في الوسط الفني لحد دلوقتي، وليه اصلا في منتجين لسه بينتجوا له افلام ومسلسلات. تحت اكتب لي في الكومنتات هو ليه تامر عبد المنعم لسه بيمثل. انت جيت هنا ازاي؟ اتخضيت يعني امك؟ اعمل لك تصل الخد يا اخويا. اسمعيني بس يا ست عديله، انا طردوني من عند الاستاذ سمير غانم النهارده من المسرح وما قبضونيش عشان انا ما رضيتش اغني واقول كنت موت. وانا مالي يا اخويا، كنت موت ولا ما كنت موتوش؟ انت هتتغدى ده انا اللي هخليك تموت هنا النهارده يالا. انت برضه زي امي وما يصحش كده، ما يصحش. هو مش هفتحك يالا. بقول لك ايه؟ نعم. اللي جاب المتاخر يومين. وبعد كده نخش على المركز السادس، وهو لفيلم الرجل الرابع بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وحمدي المرغلي وقصص. والفيلم دوت عمل عكس اللي كان المفروض يعمله. الفيلم دوت بيتكلم عن مخرج فاسق، او مخرج اللي هو بينتج حاجات هابطه، وبنشوف بقى اللي بيحصل في الافلام الهابطه بينتجوها ازاي. المفروض اللي هو بيتريق على الافلام الهابطه وعلى الصناعه في الفتره الاخيره في المسلسلات والافلام، قد ايه بينتجوا الحاجات اللي ملهاش لازمه ومبقاش بيركزوا على مضمون الفيلم او المسلسل. فهم من كتر الافوره في التمثيل والفكره والاخراج والحاجات اللي عملوها في الفيلم ده خلوه هو التريقه اصلا. يعني دخل الفيلم كان بيتريق عليهم، هم ليه مأفورين؟ ليه شخصيتهم كلها وحشه كده؟ يعني ليه حمدي المرغلي يعمل حركات ديت؟ ليه عمرو عبد الجليل مأفور؟ ده حتى افات عمرو عبد الجليل اللي دايما ما بتخيبش كانت بتخيب في الفيلم ده. فالفيلم وحش جدا كاخراج، وكمان كفكره كانت حلوه جدا، ولكن طبقوها بطريقه غلط. انا اسمي صلاح. اشتغل ايه؟ اشتغل مخرج، بس مخرج افلام ايه؟ موسم تزاوج الصرصور مع زهرة السرخس رابع مرة. اكشن. اعمل نفسك عربية مخيشة وانا بجددك. اديني بقى فرصة اردك على البارد. الف مبروك يا صلاح، الف مبروك. وبعد كده في المركز السابع عندنا في واحد من روائع الافلام الهابطه لمحمد السبكي، وهو فيلم اخر كلام من بطولة الفنان حسن حسني الله يرحمه والفنانة مدلين مطر وفنانة منى عرفة والفنان مدحت طيفة. والفيلم بيتكلم عن مدلين مطر اللي هي في شخصية أميرة نفسها تبقى مغنية، ولكنها خايفة من ردة فعل أبوها لأن هم عيلة محافظة. الفيلم يا جدعان قصة ضعيف، أحداث ضعيف، والنهاية حتى بيض. يعني أنا مشفتش نهاية زي كده قبل كده. فأنا في ناس بتحب الفيلم دوت، معرفش ليه، يمكن عشان مدلين مطر غالبا يعني غالبا هو ده اصلا سبب الانتاج للفيلم ده، ان هو يجيبوها لابسه كده ولا وهي بتعمل كده ولا وهي بتغني كده. والفيلم عموما ما فشلش في السينما على فكره، بس انا حاطه في القائمه دي بسبب الاخراج السيء والفكره اللي هي معتمده كلها تقريبا ان كانت مدلين مطر في الفتره دي كانت ترند. باروكة، حركات، إضاءة، تصوير، شهرة، فلوس، ضياع. أو 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 20 سنة 40 سنة. 40 ايه؟ دي ميتة وطالعة تشم هوا. ممكن تحكي لنا عن الجروح اللي في وشك دي؟ أنا من أسبوعين تقريبا بابايا تعب، كانت الساعة تقريبا 11 و13 دقيقة في منتصف الليل. قمت نزلت بسرعة عشان أجيب الدواء من الأجزخانة اللي تحتينا، فلقيتها قافلة. أعمل إيه؟ رحت نطة في الميكروباص بتاع حلوان علشان أشوف أي أجزخانة تانية فاتحة. انتوا ساكنين فين يا ليلى؟
وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، وانا احب اقول لك شكرا انك وصلت لحد هنا. بس بقول لك حاجه لازم تعملها، لازم تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد له علاقه بالافلام والمسلسلات، لان انا هتكلم عن مسلسلات رمضان مسلسل ده، غير طبعا العيد وافلام العيد اللي انا هضطر استحملها عشان اقول لكم مراجعات عنها. وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات وتعرفني لو انت معايا او ضدي عشان نتناقش في الكومنتات ونشوف مين هو اللي صح. وسلام.